السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قناة غاوي كورة وكل واحد محب للكورة ومحب للنادي الأهلي. النهاردة كان في ماتشين قويين جدا. بدأوا النهاردة ماتش النادي الأهلي مع الاتحاد السكندري وماتش الزمالك مع فيوتشر. هنبدأ طبعا بماتش الزمالك مع فيوتشر، هو الفريق المنافس لينا، فطبعا ليه كل الاحترام والتقدير، وهو نادي كبير ونادي عريق نادي الزمالك. النهاردة عمل ماتش كويس جدا. كان من ضمن أسباب الفوز طبعا جنش ولاءه وإخلاصه لنادي الزمالك. النهاردة جميع الأخطاء بسببه هو. أحمد سيد زيزو لعيب طبعا محدش يختلف عليه، إن كنت أهلاوي إن كنت زملكاوي إن كنت أي حد محدش يختلف عليه. اتفضلوا طبعا معانا نسكافيه. طبعا جنش في كورتين طبعا خطأه جدا. ذكاء زيزو لعب دور جامد. لعيب متميز، لعيب بيعرف يجيب المكسب لنادي الزمالك، لعيب مهم جدا. وحاليا هو يعتبر آه، الهداف في الدوري وبالنسبة لنادي الزمالك، وأهم لعيب في الدوري المصري دلوقتي. قيمته التسويقية عالية جدا، لعيب ممتاز جدا بيستغل من أنصاف الفرص، ازاي يعرف يجيب جون وازاي يعرف ان هو يقلب يعمل الفرق مع الفريق بتاعه. النهارده هو يعتبر اللي قلب الماتش. طبعا المدرب علي ماهر كان ليه اعتراضات كتيرة جدا بالنسبة للفاول وبالنسبة للعب، واعتراضات على لاعيبته. الشوط الأولاني كانوا هم اللي مستحوذين، كانوا هم المتقدمين، قدروا إن هم يعملوا شوط أولاني جميل جدا. طبعا المباراة ما سارتش زي ما هم كانوا متخيلين، بس ربنا كرم نادي الزمالك وهو هيبقى تالت الدوري. طبعا في جزئية الواحد أنا ما طلعت صورت من ماتش الزمالك والمقاولين العرب. بالنسبة للماتش ده أنا كنت النهاردة قاعد مستني الزمالك، وبالنسبة لأن أنا أهلاوي وفي ماتش القمة يوم 13 بتبني من عليه طريقة اللعب والمكسب بتاع الفريق هيبقى سير المباراة ازاي، مع ان مباراة القمة دايما ملهاش اي يعني توقعات ولا ان انت تقول مين الفريق الاقوى ومين الفريق الاضعف، لا طبعا. بس كل الواحد يقدر يقوله ان المقاولين العرب ما لعبتش. المقاولين العرب كانت بتتقطع منها كور كتيرة جدا. كانت اللعيبة بتاعتها في حالة توهان، كان في حاجة غلط. طبعا انت لما يجي الزمالك وان الزمالك يكسب يعني ستة، نتيجة كبيرة جدا. المقاولين ما كانتش جت النهارده، الكلام ده ما شفناهوش النهارده مع فيوتشر، فريق تالت الدوري وفريق قوي جدا. آه، طبعا كان في برضك النهارده ال- القضية بتاعت المستشار مرتضى منصور. طبعا مرتضى منصور هو بعد ما خرج من المحكمة ويركب العربية والكلام ده كله بيقول النهاردة بعد الماتش هطلع. طبعا احنا عارفين المؤتمر بتاعه طبعا كالعادة، يعني زي ما خرج من بعد الجلسة قعد يقول لك محمود الخطيب والقواضي وانا رافع قواضي ومحمود الخطيب فوق القانون. يا عم انت خليك في قضيتك، انت مالك انت ومال محمود الخطيب، ومالك انت ومال النادي الاهلي. خليك في لعيبتك وفي فريقك، خليك في النادي بتاعك، اقف جنب النادي بتاعك، دعم النادي بتاعك، هات له صفقات. انا مش عارف انت حاطط ليه الكابتن محمود الخطيب، هو عامل لك ايه الكابتن محمود؟ عامل لك هسس في دماغك الكابتن محمود الخطيب؟ يا عم خليك في النادي بتاعك. وبعد كده انت بتقول انت هتتكلم بعد الماتش، هو انت مستني النتيجة بتاعت الماتش؟ مستني انت تشوف انت الماتش بتاعك هتفوز ولا ما؟ طبعا انت مستني ان هو يفوز وتطلع. طبعا احنا منتظرين طبعا ان شاء الله حلقتك كده ونسمع كلامك الجميل وارائك الفذة، يعني هنتفرج عليك النهارده طبعا. بالنسبه للنادي الاهلي احنا بنقول له الف مبروك. طبعا من الشوط الاولاني طبعا في تفاهم ما بين، يعني ما بين حسين الشحات وبيرستاو وكهربا، واللهم صل على النبي. بردك خالد عبد الفتاح لعيب كويس جدا. ابتدى بياخد ثقة ماتش عن بعض مع الماتش. آه، ربنا يعني طبعا يكرمه. محمد فخري كان ممتاز النهارده في الماتش وعمل اسيتس جميل. كهربا فايق، بس طبعا انا مش عارف هي كهربا
موضوع اللسان وهقطعه وهش دي لمين ده لغز عايزين نعرفه على فكرة. عايزين نتصل بكهربا ونعرف كده زي كابتن خالد الغندور لما قال لك انا هتصل هجيب الشركة بتاعت التليفونات ونشوف محمود الخطيب كلم مين ومش عارف ايه لإمام عاشور. وطبعا مارسيل كولر طبعا حاطط بالنسبة للخطة بتاعت النهاردة هو هباني عليها ماتش الزمالك طبعا، وكانت باين جدا من الراحة ان هو بيريح علي معلول ومحمد هاني وحسين الشحات وبينزل قفشه والكلام ده. هو ده طبعا بيدور على سيناريو المباراة بتاعت يوم الخميس بتاعت ماتش الزمالك. هو طلب طبعا ان الماتش يكون بجمهور. طبعا الجمهور ده بيحيي اللعيبة وبيعمل حماسة في المباراة، بس انا ما اظنش وهتبقى العملية صعبة شوية، لان بعد اللي قاله الكابتن خالد الغندور والدنيا اللي قومها بعد ماتش الاسماعيلي والكلام ده كله، انا متوقع ان العملية هتكون يعني عدد محدود من البتاع، مع ان احنا بنطالب سعادة الوزير يعني ان هو يعني تبقى اكبر عدد في الجمهور بالنسبة لان انت ده ماتش قمة يعني، وماتش قمة ده الناس كلها بتستناه. يعني ما حدش يقدر يقول ان هو ما بيستناهوش او ان هو ماتش مش مهم او الكلام ده كله. لا، ماتش مهم جدا، ماتش الناس كلها مستنياه. اي نعم ان الدوري يعتبر بنسبة 90% اتحسم للنادي الاهلي، لكن برضك ان ده اندية جماهيرية ان كان النادي الاهلي او نادي الزمالك. فربنا يوفق ان شاء الله ونشوف يطلع الماتش بصورة طيبة. بنتمنى ان يكون اللعيبة كلها سواء اهلي او زمالك عندهم حسن خلق، يحترموا بعضيهم، ما تحصلش اي شغب، ما تحصلش اي اخطاء ان هي تطلع القمة بطريقة مش كويسة. بنتمنى دايما ان النادي، انا بالنسبة لي عشان انا راجل اهلاوي، بتمنى دايما النادي الاهلي يفوز. بتمنى دايما النادي الاهلي يكون في احسن حاجة. الحمد لله هي السنة دي السنة بالنسبة لنا كويسة جدا. الفريق ما خسرش ولا ماتش طول الموسم، وان شاء الله ربنا يكرمه وما يخسرش خالص. وبنتمنى انها تخرج بمباراة تليق باسم مصر. آه، كل اللي اقدر اقوله ان لعيبة الاهلي محتاجة راحة، محتاجة راحة بجد. وكويس ان هو ما بين النهاردة ما بين ماتش القمة يعني فترة كويسة ان هي اللعيبة ترتاح. بحس ان لعيبة النادي الاهلي عندها استرخاء شوية في اللعب، يعني دايما مبصية كتير بالكورة بيضيعوا وقت يعني باخد اللي انا عايزه من الماتش ان انا بفوز، وبحس ان اللعيبة بتريح. مع ان بالعكس انا كراجل اهلاوي انا بحب اشوف هدف واثنين وثلاثة واربعة. بحب اشوف دايما النادي الاهلي دايما في عز فوقانه وفي عز قمته. هو ده اللي احنا اتربينا عليه وده اللي احنا اتعودناه. بحب النادي الاهلي دايما ان هو يكون بيحارب لاخر دقيقة، بيجيب اهداف في اخر دقيقة. البلس 90 ده اتعمل للنادي الاهلي، ما اتعملش لحد تاني. فهو ده اللي احنا دايما بنحب نشوفه. مدرب رائع جدا. الاتنين مدربين بصراحة محترمين، كان مدرب الاهلي ومدرب الزمالك. الاتنين لعيبة عندهم، الاتنين مدربين عندهم فكر جامد. ده اللي احنا عايزين نشوفه في ماتش القمة. نشوف ايه اللي هيخرج منهم، نتفرج عليه. اللي كسبان هنقول له ألف مبروك، الخسران هنقول له هارد لك ليك. بس كل اللي احنا بنقوله دايما ان يا ريت من الجمهور سواء النادي الاهلي او سواء نادي الزمالك او اللعيبه ان هم يخرجوا صوره مصر باحسن حاجه. مش عايزين اي حد يسمع عن مصر اي حاجه وحشه. عايزين دايما نقول ان في بينهم احترام وفي بينهم تقدير ولاعيبه محترمه وجمهور محترم. وهم بصراحه يعني قمه، ماتش قمه. اتنين فرقتين ليهم وزنهم وليهم تقلهم. طبعا انا بحييكم وبشكركم جدا جدا جدا، اخواتي الاهلاويه واخواتي الزملكاويه مهما تكن منافسه. ارجو الاشتراك في قناتي، اضغط لايك، ما تنساش تدوس على الاشتراك وتفعل زر الجرس. تحياتي ليكم، كان معكم محمد احمد يوسف. السلام عليكم ورحمة الله.